استقبال كبير من لاعبي الزمالك لزيزو، وحسام عبد المجيد هحصلك على ميامي قريب، وفتوح شوفوا لاخوكم حاجه معاكم، شيكابالا مش بسلم على خاينين، وحسين لبيب مش عايز اشوفه قدامي. تفاصيل مهمه جدا هنحكيها لحضراتكم في الفيديو ده، تابعونا. النهارده احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك حضر تدريبات الفريق للمره الاولى من وقت ما اتفجرت ازمه انتقاله للنادي الاهلي، وزمايله استقبلوه بود كبير جدا ما عدا شيكا اللي كان زعلان منه جدا جدا، وكان رافض لكل محاولات زمايله اللي حاولوا يقنعوه بانه يتعامل بشكل عادي ويسلم عليه، لكنه رفض وقال لهم انا مش بوشين، واللي يخون الزمالك عمري ما اكون معاه ولا جنبه، ومش عايز تربطني بيه اي علاقه. فتوح كان اكتر واحد مبسوط بظهور زيزو، وقعد يضحك ويهزر معاه ويقول له يا بختك يا ابن اللذينه، انا اتضحك عليا وصفقتي باظت في اخر لحظات، كان زماني معاك دلوقتي ورايح على امريكا الاعب ميسي بدل من اللي انا فيه ده والذل اللي بيذله لنا ممدوح عباس. اديك شايف لا في مرتبات وغرقانين في المشاكل ومش عارف هنروح على فين، ما بناخدش غير وعود في وعود ومفيش اي حاجه تبشر بخير. وفي اخر كلامه بهزار ما تشوف لي الدنيا هناك يا زيزو، معلول بيخلص والاهلي ناقصه حته شمال. زيزو ضحك ورد عليه اسكت يالا انا ماليش في الشمال. اما حسام عبد المجيد فكان مبسوط قوي وقال له ايه يا زيزو الدنيا والعه معاك ورحله ميامي شكلها ظبطت مودك بعد ما كنت مبوز ليل نهار في وشنا يا عمنا. زيزو قال له لو عايز تزور ميامي ابعت باسبورك خاص والصبح تطلع على السفاره، والاتنين بعدها ضحكوا بشكل هستيري لفت نظر الجميع. التفاصيل دي اتنقلت للكابتن حسين لبيب اللي كان غضبان جدا واتنرفز جوه مكتبه وفي حضور بعض اعضاء مجلس الاداره، وقال هو ده اللي هيخلص علينا، لا خساره بطولات ولا ضياع دوري. صفقه زيزو دي هي النقطه السوداء والضربه القاضيه اللي ممكن تنهي وجودنا، لو معرفناش نعوضه بصفقه قده 10 مرات يبقى علينا العوض. احد المتواجدين في مكتبه اقترح عليه انه يستقبل زيزو ويتكلم معاه ولو حتى للمره الاخيره. اتنرفز اكتر وقال له مش عايز اشوف وشه تاني لانه هيسرب كل كلمه لابوه، وابوه هيطلع يجري على الصحفيين ويقول اننا بنبوس على ايده ورجله ويخلوا شكلنا وحش. اوعى حد يقول لي اشوفه ولا اقعد معاه، انا بعتبره مش موجود وقصته عند الشؤون القانونيه مش عندي انا. زيزو في ختام التدريب قال لمدربه انا جاهز العب ومستعد اساعد في التتويج بالكاس بكل ما املك. زمايله قالوا له بذمتك نفسك نفوز باللقب؟ قال لهم اقسم بالله نفسي نفوز واشارك معاكم الفرحه والعب لاخر دقيقه واخلص لاكل عيشي، دي شغلانتي ودي حياتي وربنا امرنا بالاخلاص. وبعدها قال لهم بلغه هزار وكمان الفوز على بيراميدز هيسعد الاهلاويه، ما كده كده بيراميدز بقى هو منافس الاهلي مش الزمالك، ولا انتوا شايفين غير كده يا رجاله؟